هندسه. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. هندسه، انت ازاي بقى؟ عشان انا هعمل اتخضيت ليه يا استاذ احمد؟ ما اتخضيتش ولا حاجه. انت ازاي بقى بتطلع العربيه؟ انت المفروض العربيه دي اللي احنا كنا مطلعينها من يومين ساعه ما الناس ما كانش مصدقين ان هي ينفع تتصلح. دي حقيقه. كان بيقولوا لازم الكبوت يتغير وبتاع. لا هو حضرتك تقدر تشوف التطبيق اللي شغل فيه الرفارف اهي حته نيكل. ادي طريقه الشغل بتاعتنا. احنا بنستخدم هم بصراحه ليهم حق، لان هو الطبيعي حاجه زي كده ما ينفعش تصلح. قول لي ازاي بتقدر بقى تشتغل؟ انا فهمت ان انت عندك اجهزه حديثه وحاجات بقى تكنولوجيا غاليه وجايبها من بره مصر. طبعا. وحاجات زي كده عشان خاطر تطلع النتيجه بقى اللي هي عربيه عامله حادثه، فانت مش عايز تغير فيها ومش عايز تلعب فيها في حته مثلا زي القايم. يعني احنا هيقابلوا صاحب العربيه مشكله لو كان عمل العربيه دي بره وحط عليها معجون، هيجي مهندس الفحص يفحصها فيلاقي عليها معجون فيدخلها لجنه. لا هي في كلام حضرتك مظبوط مليون في المية، بس هي في اماكن معينه في العربيه لو ما هو ده قايم الفني بس ده قايم يعني ايه ما فيش الجزء ده ما يجيش منه قطعيات. في اجزاء في العربيه يجي منها قطعيات. يعني لو كان قدام شويه هنا يبقى في قلق. هو القطع بيبقى من اول هنا في قلق شويه. لكن احنا هنا دلوقتي هقول لحضرتك بمنتهى البساطه كده. احنا بنستخدم مواد لازاله الدهانات الاول من العربيه عشان نوصل الصاج زي ما انت شايف كده. حلو. وجايبين اجهزه دي مثلا دي بلاطه كهرباء تمام قوتها 5400 امبير. تمام. دي وعندنا فيها 10 برامج على حسب احنا بتستخدمها فين في العربيه. كل برنامج ليه الجزء بتاع العربيه على حسب تحميل الصاج نفسه. بترفع درجه الحراره عشان تعرف تتعامل مع العربيه. وطبعا بقى مش معنى ان احنا عندنا اجهزه فهي خلاص الاجهزه خلصت، لكن احنا الحمد لله رب العالمين في مكاننا هنا بنبتسم ان احنا عندنا امهر فنيين سمكره، معانا فنانين تمام. فبنقدر نوصل بالعربيه للمستوى اللي حضرتك شايفه دوت عشان نقدر لما نيجي بعد كده ندخل العربيه قسم الدهان. العربيه دي يا دوبك بتاخد فيلر وبتاخد البويه بتاعتها فما تاخدش معجون. يعني ايه تعتبر رشه نظافه، فبحيث اللي هي ما تقللش من سعرها او ما تقابلش مشكله. يعني اكاد اجزم ان هي ممكن تبقى كمان لا مش رشه نظافه، ده بالجهاز والقلم بتطلع انها فابريكا لكنها مش مخبوطه اصلا ولا اترشت خالص. بالظبط كلام حضرتك مظبوط. لكن الجزء اللي ممكن يبقى فيه رش نظافه هي المكان اللي ممكن نضطر نديله يا دوبك قشره معجون. احنا مدرسه استخدام المعجون. يعني القلم هيدينا اخضر اللي هو اكنه بنقول احنا عليه بيلم صبر. بيلم صبر تمام. دي طريقه شغلنا. حضرتك شايف اهو على الطبيعه. الحمد لله رب العالمين. القلم ده بيدينا اخضر معناها العربيه فابريكا. يعني لما بيجي يكشف عليها يعني بالظبط. تمام. لما يديك الاصفر ده معناه ان العربيه دي رشه يا دوبك نظافه. تمام. طب في اجهزه ثانيه عندك بتستخدمها؟ طبعا في حاجات بقى البي دي ار البارد، وفي عندنا مكن الارجون، وفي عندنا بقى الجديد الحمد لله رب العالمين عشان احنا بنواكب الحديث كله، وهو مكن اللحام بالميه، وده مفاجاه مركزنا هنا. اللحام بالميه. تمام. شكرا يا هندسه، شكرا جزيلا وربنا يوفقكم. تحياتنا للناس وربنا يبعد عنهم كل شر وسوء. امين يا رب. امين يا رب. يا رب ما حد يحتاجنا. ان شاء الله. ربنا يستر طريقكم. نورتني يا فندم. سلام.